يعني روح لشوارعها نظيفة، روح إلى أماكنها تاريخية، روح لبضاعتهم، روح لناسهم. ناسهم ترى الناس تخليك تحب الدولة. معاملة سيئة جدا. فأنا حاط في بالي أروح مصر صراحة. مصر بعد ما شاء الله شعب جميل وإيجابي وشعب طيب. أنت الحين دخلتي في راسي موضوع المغرب. لا، المغرب غير، المغرب مختلف عمي، المغرب مختلف. لو تروح العالم ذا كله أنا أقول لك المغرب مختلف. أنا شفت فيديوهاتك دكتورة مميزة جدا. حبيتهم آه. حبيتهم، والله حبيتهم. حتى شنو أقول لك، أطفالهم، يعني أطفالهم. عارف الطفل عادة تجر منه الكلام علشان يتكلم، صح؟ إيه إيه. أطفالهم لباقة في الحديث ويشرحون. ثقافة عالية. شنو هذا أنت لما تكون جيل بهذه الطريقة، لا تخاف على وطن، لا تخاف آه، على وطن. دكتورة خلاص أهل المغرب بيخلونك يا دكتورة سفيرة المغرب. اللي توصلين أجمل انطباع عن أهل المغرب. خلاص بينصبونك سفيرة. هذه ان شاء الله، هذه بنتنا خلاص. حياك الله. تحب هالديرة، يعني روح لشوارعها نظيفة، روح إلى أماكنها تاريخية، روح لبضاعتهم، روح لناسهم. ناسهم ترى الناس تخليك تحب الدولة. ما شاء الله ما يعني شاء الله. رحنا الآن مثلا، توني أنا جاية من تيرانا وكوسوفو، تمام؟ أوكي. بلد جميل، لكن شعب مثل المغرب نو. المغرب يعطيك كمية فرح يا عمي، كمية فرح. شعب روح إيجابي يعني. مراكش، روح عنوان مراكش، الإيجابية. روح مراكش. ما مراكش شاء الله. رحت في ساحة الفنا. ساحة الفنا يا عزيزي يا أبو فهد، مهم. كمية من السعادة ما تتصورها. ما شاء الله. لحد الآن في ذاكرتي الشباب المغربي اللي أنا التقيت فيهم وغنوا وفرحوا مهم. موجودين، كأن أمس أنا شايفتهم. يعني تعتبرينها ذكرى جميلة بحياتك الحين سفرة مو المغرب. مو بس ذكرى، مو بس ذكرى والله، يعني هي أنا رحت بلد صح، مهم. بلد صح، مش بلد إن أنا، لأن ترى الخضار والطبيعة موجود في بثوثي. أنا دائما موجودين المغاربة، حتى إذا حلو. تشوف أنا حاطة في التيك توك مالي حسابي حلو. حبيبة حلو. المغاربة. حلو. هذا لقب هم كتبوا لي إياه، قالوا ها. لي دكتورة أنت حبيبة المغاربة. فقلت لهم أنا يشرفني هذا الاسم وراح أخليه في التايتل إلى حسابي في التيك توك. ها. نتعلم جيد. من المغاربة مهم. فن وذوق الكتابة التعامل. والتعليق والتعبير مم. مم. والتعامل. يعني أنا أقول معقولة، يعني ما شاء الله واحد مئات أبو فهد، يعني مو واحد ولا مم. اثنين. ما شاء الله. أنا أقول شنو هالشعب المغربي، الذوق الراقي، الأخلاق، والله العظيم، من سواق باص إلى شفت waitress شفت فيديوهات بس في كلها. في الكوفي شوب. ما شاء مم. الله شعب راقي، شعب راقي. أنا واحدة الآن ما أرضى على المغرب ولا على أهل المغرب. بس يصير عندك ادمان دكتورة بكره. ترى في اصدقاء عندي سافروا المغرب عندهم ادمان في السنه حرام، يروح مرتين ثلاث مرات يروحون. والله. يحبون هاي الديره. أنا الاجواء الآن حلوه الشعب طيب. ترى مو بس عندي إدمان إن أعشق شيء اسمه المغرب، لا. أنا الآن قاعدة أفكر لعمل إنسان إن شاء الله، إن شاء الله، يا رب يا رب يا رب يصير، يكون في المغرب مهم. بإذن الله. حلو حلو جدا والله حلو. بإذن الله، بإذن الله تعالى. أنت ما تتصور أبو فهد، أنا أقول هذيل الشعب مدرسة ما شاء الله. للوطنيين. أقول خلي يتعلمون منهم فن مهم. التعليق وفن الرد
فن الاحترام. والله العظيم الناس محترمين ويشرفون أكيد الواحد وتقول أخليهم على راسي من فوق. أكيد أكيد دكتورة، شكلها السفرة اللي سافرتيها استانست فيها وايد. حبيتهم 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 أها حبيتهم أهل المغرب. مختلف. رحنا عالم ما شاء الله، بلدان كثيرة، لكن مثل المغرب أنا ما شفت صراحة. آه، دكتورة والله احنا المفروض نشجع ان عندنا دول عربية عندها سياحة راقية، عندها شعب جميل. ليش احنا نروح مثلا بدون ذكر اسامي في عندنا دولة الحين؟ لان ممنوع احنا نتكلم بصراحة. لو نذكر دولة يمكن يسووا لي انا حظر، اثر على بس معروفة طبعا. قاعد نشوف كل يوم بشكل يومي مقاطع فيديو على سوء المعاملة من هذه الدولة وشعبها. فانا حتى في مقاطع وايد نزلت ينصحون لا تروحون. زين عندنا المغرب، عندنا الامارات، عندنا في دول وايد فيها سياحه، ليش نروح هناك؟ يعني المغرب، أنا بقول لك شغلة، أنت لما تختار بلد تختاره علشان شنو؟ تبي تكتشف البلد، صح؟ تبي تشوف طبيعة، اكيد ايه. تبي تسوي فيه ثقافات ثقافات، حلو مثل ما تفضل، تبي تشتري مهم. فيه وترتاح. أهم شيء لما نسافر تبى تغير مثل التليفون تسوي له تشارج، تبي تسوي ايه تشارج ايه. لنفسك. هذه بنتنا وهذه في حمايتنا وما ها في حد يقرب عليها، كفو وإن كفو شاء كفو الله إن شاء الله كفو. تزورنا مرة واثنين وثلاثة وأربعة، والمغرب بلدها. الله ومرة يسلمك. ثانية مرة ثانية تروح هناك إن شاء الله إن شاء الله نوفر لها سكن، ناقل أي شيء، كل شيء على حسابنا، ما تشيل هم. تسلم تسلم، فيكم الله الخير والبركه. الله يسلمك ميدو عزيزي، والله ما منكم قصور، والله ما من فهد. أنا كنت في مناطق بسيطة في المغرب، نمشي في أهلا وسهلا بكم، تفضلوا إلى المنزل، أهلا يا يحبون اللي جاي من برا، يحبون الغريب. نعم وين 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 وين. إحنا بعض الأحيان الجار ما يعرف شيء عن الجار. صح. ايوه كلامك صح. انا هذا اللي بدي اقول لك الحين. عارفه الحين انت المعامله يا دكتوره اللي شفتها في الاماكن العموميه هذه، لو تروحين مثلا، نخلي الاماكن العموميه فنادق وخدمات وكذا، لو تروحين مثلا الاحياء الشعبيه، نفس المعامله هذه تلاقينها في الاحياء الشعبيه. الجيران داخلين عند بعض، الاطفال الصغار، الطفل هذا دخل عند هذا، صح فلان ما ظهر لنا اليوم، لازم نروح نشوف ماله، وتلاقين الجيران داخلين عنده، مالك يا اخي اليوم ما. يعني هذه ثقافة شعبية. وفي صفة كمان في المغاربة، يعني قليل الناس اللي ينتبهوا على الموضوع. احنا في المغرب ب... عندنا حب، احنا بنحب يعني زي ما تقولوا الجنسيات كلها، اوروبيين، امريكا، بس عندنا حنين للعرب اكثر. لما نلاقي واحد مغربي مع واحد عربي مثلا، بحريني، إماراتي، قطري، بتكون المحنة والحب زيادة شوي. الأوروبي مثلا، الأمريكي، الجنسية الثانية، بنتعامل كويس وبلباقة واحترام وكل شيء. بس العربي بتكون عندنا سبحان الله، بيكون عندنا شوية حب زيادة. لو تلاحظون بس فيديوهات بتاع المشاهير مثلا، هتلاقي فرق بين حب المغاربة للعرب أكثر، يعني واضح من الجنسيات الثانية، عكس بعض البلدان. نعم بعض نعم البلدان الثانية لا، بس تقولي له عربي بيطنش. صحيح. زي ما ولاحظت قال لما شغلة ميدو، آه إن أنتوا حضرتكم تستشعروا من يحبكم بصدق. صح صح، كلامك صح، كلامك يعني صح. ما شاء الله وز... في ناس تمثل المحبة، لا، صح، أنتوا أذكياء، تستشعرون من يحبكم بصدق فتبادلونه الحب أضعاف مضاعفة. كلامك صح. لأنه يعني حتى في الطبيعة مثلا، في ناس
بتشوفيهم أول مرة، ما مشاركة معاهم أكل، ما مشاركة معاهم جلوس، بس سبحان الله من الشوفة بس بترتاحي للشخص. سبحان